السلام فريدات. الفيلم ديال اليوم كوري والبطله ديالو بنت سميتها يون، بنت ظريفه. داكشي علاش حاقرين عليها البنات في المدرسه وكيضربوها، وفجاه غتبان ختها التوأم اللي قبيحه وغتمشي في بلاصه المدرسه وغتصدم كاع اللي كانوا حاقرين على ختها. قصه في شي شكل. صبروا معايا باش تفهموا الفيلم، خلي متابعه ولايك ويلا بينا. كيبدا الفيلم ديالنا بواحد البنت كتجري في الغابه وبين باللي هربانه من شي حد تكرفس عليها، حيت حوايجها مقطعين ووجهها كامل مكرفس ومبوط، وهي غاديه كتجري بديك السرعه غتاكل وغطيح على وجهها وغتبقى كتعيط وكتطلب في المساعده. الساعه للاسف ما كان حتى حد تما وغتغيب، وملي غتفيق غتلقى راسها في السبيطار وحالتها حاله. لحسن الحظ ديالها شافتها بنت وداتها للسبيطار، وغيجيو عند البوليس وغيبداو التحقيقات ديالهم، وغيعرف الضابط المسؤول على التحقيقات باللي يون سو كيتنمروا على صحاباتها في المدرسه وكيبقاو يضايقوا فيها، ويحاول يتصل بشي واحد من عائلتها. الساعه ما غيلقى عندها حتى حد حيت ماما ماتت مده هذه وبابا مسافر برا كوريا وما عمره سول فيها، مقطوعه من شجره. وغيمشي خونا الضابط يدخل عند الغرفه وغيلقاها يلاه فاقت وقدم لها راسو وقال لها معك البوليس. الساعه هي دارت شافت فيه وما جاوبتوش وبدا كيسول فيها على داكشي اللي وقع لها. الساعه غتدخل عليهم الاستاذه اللي كتقريون في المدرسه وغتقاطعهم، وطلبت المعلمه من الضابط يخرج ويخليون ترتاح شويه، ومن بعد ياخذ الاقوال ديالها وهي دير فيها يون واحد الشوفه في شي شكل وما هضرتش معها شي حاجه تما. وبين باللي الاستاذه ما بغاش يون تقول شي حاجه للبوليسي على داكشي اللي وقع لها. واحد شويه غيشوف خونا الضابط باللي 3 العيالات واقفين عند الباب وغيبان باللي هما امهات البنات اللي تعداو على يون، وغيشك خونا الضابط باللي هما جايين يهدوها ولا يرشيوها باش ما تقول والو للبوليس، وغيقول لهم يمشيو في حالهم حيت قانونا ما عندهمش الحق يجيو عنده. الساعه العيالات جاوبوه بكل ثقه في النفس حيت الازواج ديالهم درسه صحيحه في البلاد، قالوا ليه غيقدروا يخرجوا بناتهم من هذه القضيه بدون عقاب واخا يوقع اللي وقع. وغنعرفوا باللي الاستاذه هي اللي جابت دوك السيدات باش يدافعوا على بناتهم حيت خايفه تضيع على خدمتها لو وصل داكشي للبوليس. داكشي علاش خنزرت فيها يون ملي دخلت، ومع داروا ليون الشوشاره جرات عليها الغطاء وقالت لهم يسكتوها من التناقير ويخرجوا ويخليوها ترتاح. وباش تخرج يون من ديك الصدمه اللي وقعت لها جابوا لها طبيب نفساني ولات متبعه معاه. ومن بعد 10 ايام غتمشي الاستاذه عند المدير وغتقول ليه باللي ما خلاش البوليس ياخذوا الاقوال من عند يون. هو يقول لها المدير ما خاصش البوليس يعرفوا شي حاجه حيت هادشي غيأثر على سمعه المدرسه ديالنا، وقال لها خاصنا في اقرب وقت نديروا ليون انتقال لمدرسه واحده اخرى باش نحميو بنات الاغنياء اللي وقع لهم مع المشكل، وباش هو يقدر يغطي على الفساد والمسؤوليه ديالو في داكشي اللي وقع لهم. ومن بعد سيمانه غتولي يون قادره تنوض وتمشى، وحاول خونا الضابط يمشي عندها ويحاول ياخذ من عندها راس الخيط ولكن والو ما بغاش تهضر. وحيت ما قدرش خونا الضابط يوصل لاي دليل من عند يون غتحول القضيه لعند اخصائيين اجتماعيين، وبهذا غيكونوا البنات اللي تعداو عليها فلتوا من التهم اللي ملفق عليهم. وفي واحد الليله طلعت ليون الدنيا في راسها وحاولت تقج راسها وتنتحر بالتيو ديال السيروم. الساعه سمعت صوت من وراها كيقول لها حبسي واش باغا تقتلي راسك، وكان داك الصوت ديال المساعده الاجتماعيه يونغ، وقالت لها في حياتي شفت بزاف البنات وقع لهم بحالك وقدرت نعاونهم تخرجوا من الصدمه ديالهم، حيت حتى انا وقع لي نفس الشيء ملي كنت كنقرا وحاسس بالشعور ديال الحقره. وبدات كتعاود ليون على داك الشيء اللي وقع لها في ديك الليله بالضبط في الغابه، وهي تشد يون من راسها وطلبت من يونغ تخرج من غرفتها، وهي تقول لها انا غنمشي ولكن غنرجع لعندك من بعد يوم باش نديه، عندك تحاولي تقتلي راسك عاود ثاني. وملي نعسات يون حلمت براسها كتجري في الغابه، وملي وقفات لقات الجثه ديالها قدامها وفاقت مرعوبه. ومن بعد مده غتكون يون كتجمع في حوايجها باش تخرج من السبيطار، وهي كتجمع في حوايجها غتدخل على ايتشي زعيمه البنات اللي تعداو عليها في المدرسه، وقالت لها شفتك مازال عايشه، ودفعتها ولاحت لها حوايج ديال المدرسه مازالين جداد حيت حوايجها القدام تقطعوا، وبدات كتضحك وكتنمر عليها كيف العاده. ويون ما قدرتش تدافع على راسها حيت باينه كتخاف منها، وقربت عندها وقالت لها في ودنها ما حول باباك ما كيسولش فيك، وبدات كتضحك. وهاد ايتشي عندها واحد الضحكه عجيبه. وملي خرجت ايتشي مشات في حالها، دخلت المساعده يونغ وقالت لها نوضي يلاه معايا، وملي داتها لدارها قالت لها باللي غتساعدها وغتوقف معاها تخرج من هذه المحنه. وفي واحد النهار خارجين غاديين يشوفوا دار ماما القديمه، وملي وصلوا لذاك الحي غيشوفوا بنت كتشبه ليون تماما دايزه من قدامهم، وهي تتبع يونغ المساعده ووقفتها وغتعرف باللي سميتها تشاي وهي التوأم ديال ليون، وباينه عليها قبيحه ماشي ظريفه كيون. وهي تجي عند يون وحاولت تهضر معها باش يرجعوا يعيشوا مع بعضياتهم، وهي تقول لها تشاي باللي هي ما كتعرفهاش وما عندهاش اختها اصلا، وخا قالت لها يون باللي هما كانوا عايشين مع ماماهم في نفس الدار اللي في ديك الحومه. خطنا تشاي ما تسوقتهاش ومشات وخلاته، ومشات يون والمساعده ديالها جلسوا بداو هاضرين وغادي نعرفوا اش وقع شحال هادي باللي الام ديالهم طلقت وهي حامله بهم بجوج، وملي ولداتهم ما قدراتش على المصروف ديالهم. داكشي علاش عطات يون لباها وخلات تشاي معاه. وملي عرفت المساعده يونغ القصه ديالهم ولات تابعه تشاي ومراقبها، وغتعرف باللي تشاي كتسرق غير باش تعيش. وفي واحد النهار وقفتها وطلبت منها تساعد ختها وتحامي عليها حيت كيتعداو عليها البنات في المدرسه. ساعه تشاي قالت لها وانا مالي ما تسوقش لهضرتها، وتم تغادا وهي تبع يونغ وقفتها وقالت لها شنو بان لك لا عطيتك الفلوس وافقي. ومع ختنا تشاي كتسرق
باش تعيش وافقت وداروا موعد باش يتلاقاو، وبالليل تلاقاو في الدار ديال يونغ وقالت لهم خاصكم تبقاو مع بعضياتكم شي سيمانه باش تتفقوا مع بعضياتكم وتقادوا خطتكم على خاطركم. جابت للتشاي الحوايج ديال يون باش تمشي بهم للمدرسه في بلاصه اختها. الساعه ملي عرفت التشاي باللي غتمشي للمدرسه ما بغاتش تكمل معاهم وناضت تمت غاديه في حالها، وملي تبعتها يون قالت لها حتى المدرسه ما نرجعش لها واخا ما عرفتش تعطيني، ومشات في حالها. وفي الطريق غيوصلها فيديو من شخص مجهول ديال اختها يون نهار كانوا كيتكرفسوا عليها البنات في المدرسه، والبنت اللي كانت كتصور فيها كانت كتضحك واحد الضحكه عجيبه، وبقات ديك الضحكه لاصقه للتشاي في ودنها. وهي ترجع لعندهم للدار ومشات عند خنتها يون وقالت لها واش انت هي هاد البنت اللي في هاد الفيديو كيضربوا فيها البنات؟ وملي شافت يون داك الفيديو تفكرات عاوتاني ديك الواقعه اللي وقعت لها وشدت من راسها وبدات كتبكي وتغوت. وملي شافت تشاي ديك الحاله اللي فيها اختها بقات فيها ودارت عند يونغ وقالت لها فين نقدر نلقى مولات هاد الضحكه العجيبه باغا نشوفها. وفي النهار الثاني مشات في بلاصه يون للمدرسه، وملي دخلت المدرسه كاع الطالبات لاحظوا بلي شخصيه يون تغيرات واخا هكاك ما تسوقوش ليها. مشات دخلت القسم جلسات وهي تدخل اختنا ايتشي مع صحاباتها، وملي شافت تشاي كيحسابها يون ومشات جلست قدامها في الطاوله وقالت لها واخيرا جيتي نهار زين هذا، وبدات كتمرقن بها كيف العاده وكتضحك. وملي سمعت تشاي الضحكه ديالها عرفتها هي اختنا اللي كانت كتصور في اختها في داك الفيديو اللي وصلها، وهي تغفلها بواحد التصرفيقه تلصقتها مع الخزانه وشدتها من شعرها جراتها وطاحت فوقها وقجاتها وبدات كتصور فيها وهي كتغطغط، وقالت لها ضحكي نسمع ديك الضحكه العجيبه اللي كنتي كتضحكي. اختنا تشاي طلعت شريره، كاع صحابات ايتشي صدموا ورجعوا للور ما فهموا والو. كل ما الاستاذه دخلت فرقتهم كانت زهق على روحها وداتهم عند البيرو وقالت لهم اخر مره نشوفكم ضاربين في القسم. ساعه تشاي كاع ما تسوقت لهضرتها وقالت لايتشي المره الجايه دوري بيا نخلي دارك. وملي مشات ايتشي خرجات بقات تشاي مع الاستاذه وشدات السيلو في يدها وقصداتها به، حيت هي كانت عارفه داكشي اللي وقع لختها وما دافعتش عليها، وهي تخلع الاستاذه وما فهمت والو، ما كانتش عارفه باللي هذيك ماشي يون وانما التوأم ديالها تشاي. وملي رجعت تشاي للدار قالت ليون باللي خدات لها حقها من ختنا ايتشي وتم الاستاذه، وعطاتها التليفون باش تشوف الفيديو اللي صورات فيه ايتشي وهي كتغرغر. وملي شافت يون الفيديو عاود ثاني تزاد عليها الحال حيت ولات عندها فوبيا من داكشي. وملي جات المساعده يونغ وشافت يون في ديك الحاله قالت لتشاي داكشي اللي درتي ماشي معقول. ساعه تشاي قالت لها انا ما مشيتش في بلاصه اختي باش نبقى غير كنشوف وما ندير والو ونخلي الناس كتضحك عليا، مشيت باش نربيهم. ونهار الثاني مشات تشاي للمدرسه وهاد المره كلشي عطيها السلام الهبه عمي، شافوا الكليكه ديال ايتشي غير من بعيد وهي تبدا تضحك عليهم. وهي راجعه للدار غتلاقى مع خونا الضابط وكيحساب ليه يون وقال لها كي بقيتي شويه وهي تقول لي بخير وعطاها نمرته وقال لها كنتي محتاجه المساعده عيطي ليا. وملي رجعت تشاي للدار جابت معها حلوه عيد الميلاد باش تحتفل بعيد الميلاد ديالها، ونسات باللي هي زايده هي واختها في نهار واحد وغتقدر يون تحتفل هي وياه مجموعين. وشعلات يون الشمع وبداو مجمعين، وغنشوفوا بلي تشاي ويون نساجموا بالزربه علاقتهم تحسنات الدم تما. ونهار الاخر حيت تشاي بقات ناعسه ناضت يون قبل منها ومشات في بلاصه المدرسه باش تشجع وتغلب على الخوف ديالها. وفي ذاك النهار غتجي مامات ايتشي للمدرسه وبدات تشكي على المدير داكشي اللي وقع لبنتها من عند تشاي. هو يقول لها المدير ما تقلقيش غادي نديروا لها مجلس تاديبي واحتمال كبير نطردوها كاع. وغتكون يون كتصنت ليهم، وملي سمعت باللي غيديروا لها داكشي خافت على مستقبلها وكون كانت تشاي ما غتسوقش ورجعت للدار مع حلت الباب طاحت غيبات. وغتكون تشاي خارجه تجيب شي حاجه وغتشوفها طايحه تما وغتجي المساعده يونغ وتهزت ديال الفراشه. وملي شافت تشاي ختها في ديك الحاله كيحسب لها بلي ايتشي وصحاباتها هما السبب، وخرجت في ذاك الليل تقلب على ايتشي باش تخلي دارها. ملي غتكون ايتشي راجعه لدارهم غيوصلها ميساج من عند تشاي ومعاه الفيديو اللي كانت قاجاها فيه. قالت لها غتجي عندي دابا للغابه ولا الفيديو ديالك غنطلقوا في الانترنت نخلي الناس كاملين يضحكوا عليك. وحيت خافت ايتشي من الشوها مشات عندها. ملي وصلت للغابه جبدت التليفون باش تعرف تشاي فين هي، ما عقلت على راسها منين جات الضربه للراس طاحت كوبه. وملي فاقت لقات راسها مكتفه وفم عليه اللصقه، ولقات شي واقفه عليها وفي يدها قرعه وقالت لها دار الماء القاطع ورشاتو ليه على وجهها. الساعه كان غير ما عادي، ختنا ايتشي بغات تموت بالخلعه، وباش تشاي تزيد تخرجها منها مشات جابت لها قرعه اخرى فيها الماء القاطع نيت وقالت لها شنو دابا نخوي عليك. وملي شافت ايتشي الماء القاطع كيتخوى حدا راسها والدخان طالع بدات كتبكي وكتغوت وقالت لها سمحي لي داكشي اللي درت معاك ما عمرني نبقى ندور لجهت. وهي تبقى تشاي تضحك عليها وقالت لها غير عاودي دوري الا قدرتي. مع ختنا فزقت حوايجها بالخلعه قالت لها تشاي غنعطيك 10 ثواني تهربي فيهم. وملي ناضت ايتشي كتجري هربانه ويديها مكبلين غتعكل وغطيح في نفس البلاصه اللي طاحت فيها يون في اول الفيلم. وغتجي عندها تشاي وقالت لها للاسف ما نجحتيش باش تهربي، دابا وجدي راسك للموت يا بنت عمي. شويه غتجي اختها يون وغتوقفوا وتقول لها صافي بلا ما تقتلها. ساعه تشاي دفعتها طاحت وقالت لها نسيتي شنو دارت فيك. وشويه غتجي حتى المساعده يون وقالت لتشاي علاش كديري غير اللي في راسك، وبقات كتخاصم عليها وعيطات للاسعاف وجاو معاهم حتى البوليس. شويه غنشوفوا تشاي عند البوليس كيحقوا معاها على اساس هي يون، وحيت حتى واحد ما شافها كضرب في ايتشي غيعتبروها مشابهه
شبابي وغيطلقوها وقالوا لها تتفوق ايتشي من الغيبوبه وغتقول لنا اللي ضربها. وجات عندها يونغ للبيرو وخرجاتها وهما خارجين غيتلقاو ايتشي كتسنى فيهم برا وشنقات على تشاي وجراتها طيحتها حيت ضربت لها بنتها وصيفطتها للسبيطار. وملي ناضت تشاي قالت لها بنتك تستاهل داكشي اللي درت فيها. الساعه خونا الضابط كان واقف تما وسمع هضره مامات ايتشي جاتو عجب وهو عارف باللي يون ضريفه ما تقدرش دير داكشي. هو يشد منه وقال لها يون واش انت اللي ضربتي البنت في الغابه؟ وهي تقول ليه انا ماشي يون انا تشاي لا بغيتي يون غتلقاها في الدار. خونا ما فهمت اللعبه وهو راجع مع صاحبه ما قدرش يخرج ديك الهضره من دماغه وسول صاحبه على شكون اتصل بالاسعاف في ديك الليله. قال لي صاحبه باللي يون هي اللي اتصلت. خونا البوليسي دخلوا الشك وبقى كيقارن تصرف ختنا تشاي القبيح اللي شاف عند البوليس مع التصرف ديال يون اللي شافه في السبيطار اول مره. هو يشك باللي عندها التوأم ديالها او شبيه ديالها. هو يمشي وصاحبه للدار ديالها الساعه ما لقاو حتى حد فيها وغيجي اتصال باللي تشاي فاقت من الغيبوبه وغتقول لهم باللي ضربها شي حد لراسها هادشي اللي عقلات عليه. وغنرجعوا فلاش باك شويه اللور وغنعرفوا باللي تشاي كانت بوحده مع تشاي في الغابه ملي ضربتها للراس وغيبان باللي يون وتشاي ويونغ هما بثلاثه نفس الشخص اللي هو يون وانه في كل مره كانت يون كتهضر مع شي وحده فيهم كانت كتهضر غير مع راسها وانه ما عندهاش التوأم في الحقيقه اصلا وبان داكشي اللي وقع ليها في المدرسه خلاها تمرض وتحس بالوحده. هادشي اللي خلاها تخيل الناس كيهتموا بها ويدافعوا عليها وداكشي تحول عندها من التخيل الى الحقيقه ولا عندها مرض نفسي. ومع الوقت الخيال ديالها زاد كبر وخلقات فيه شخصيات متعدده وكل شخصيه دارت لها الدور ديالها. اما بالنسبه للمساعده يونغ فهي بصح كاينه في الواقع وشغلها كتساعد الناس وساعدت يون ولكن ماشي بالطريقه اللي شافتها في الخيال ديالها. واخيرا غتفهم المحكمه مرض يون ويدخلوها المصحه ديال العلاج النفسي وبعد مده غتعالج يون وغتقرر تسافر برا البلاد وغتجي عندها يونغ المساعده الاجتماعيه بشخصيتها الحقيقيه ومشات معها للمطار ووصلتها وودعتها. وهنا غيكون سال الفيلم ديالنا. سمحوا لنا فريدة على التعطيله ما تنسوش تخليو البصمه ديالكم. تحياتي لكم تهلاو.